في اول تعليق بعد فوز النادي الاهلي على سيراميكا كليوباترا ووصوله لنهائي سوبر كاس مصر. اول تعليق من كابتن خالد الغندور وبيقول وشه نحس، وتعليق مثير من خالد الغندور على منتقد امام عاشور. خالد الغندور بيرد على كل الزملكاويه او جمهور الزمالك وكل الاعلام الزملكاوي اللي بيقول على امام عاشور انه وشه نحس. وجه خالد الغندور رساله الى منتقد امام عاشور بعد انتقاله للنادي الاهلي، وقال الغندور عبر فيديو بحسابه الشخصي في الفيسبوك: امام عاشور لعيب كويس جدا، امكانياته عاليه وقدراته فنيه عاليه جدا ومش موجوده عند حد. الزملكاويه بيقولوا على امام عاشور انه وشه نحس على الاهلي وخسر من اتحاد العاصمه واسهل كاس عالم والسوبر الافريقي. وجه امام عاشور رساله عقب مساهمته في الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف، حيث جاء من تمريره صدمت في ارثر لاعب المنافس لتسكن الشباك وتأهل الفريق الاحمر لنهائي السوبر المصري. توجه لاعب الاهلي امام عاشور الى الكاميرات عقب احتساب الهدف ليشير بعلامه البكاء ساخرا من الحديث عن ندمه للانتقال للنادي الاهلي. امام عاشور اللي قال في تصريحات عقب المباراه ان الفريق حقق المطلوب منه من مواجهه سيراميكا كليوباترا ونجح في التاهل لنهائي بطوله السوبر المصري عن جداره واستحقاق. ووضح ان الفريق قدم مباراه قويه وان اللاعبين كان لديهم اصرار كبير على تحقيق الفوز، وهو ما ظهر بشكل فعلي من خلال الاداء القوي والمميز حتى بعد الدقيقه 90. خالد غندور بيرد على كل الزملكاويه وكل الاعلام الحاقد على امام عاشور والنادي الاهلي، ويقول لهم ده اللي وشه نحس، ده اللي بتقول عليه وشه نحس، ده مفيش لعيب كويس بامكانيات وقدرات ويعني الموجوده في امام عاشور. ده كان رد خالد الغندور على المشككين في امام عاشور واللي بيقولوا ان امام عاشور ندمان انه راح النادي الاهلي. وامام عاشور بيرد عليهم لما راح عند الكاميرا وقعد يعيط كده وبيقول لهم انا ندمان وهو بعيط اهو. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.